السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين بقى الفراخ اللي معانا ديت هنعملها على البوتاجاز، وكمان تتبيلتها خطيرة زي المشوية بالظبط. حلوة جدا جدا، طعمها تحفة، معاها صوص كده جميل. ان شاء الله يعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم، سهلة جدا. يلا بينا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. بصوا بقى، انا هنا عندي ورق لورا او ورق غار، وحبتين من الحبهان. لو عندك حبهان مطحون حطي رشة بسيطة خالص منه. بصلاية كبيرة كده محترمة، او بصلتين متوسطين. عليهم بقى نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. ممكن تحطي معلقة صغيرة من السبع بهارات او معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. تمام. حطيت هنا معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. وهحط كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا لو عايزة تحطي شطة، لو بتحبي الحاجة سبايسي مفيش مشكلة. حطيت هنا معلقتين كده من الزيت، وهحط كمان معلقتين من الزبادي، معلقتين كبار من الزبادي او اللبن الرايب المتوفر عندك حطيه. بصوا بقى، ما اقولكمش على ريحة التوابل ديت، وريحة الخلطة دي فظيعة بجد، حلوة جدا، ريحتها جميلة قوي قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم بالطريقة دي. شايفين بقى، انا هنا طبعا عندي قطع كده من الاوراق، كنت واخدة الدبابيس بتاعتها. وبراحتك يعني، انت ممكن تعملي فرخة كاملة بالتتبيلة دي، ممكن تعملي دبابيس، ممكن تعملي اوراق كاملة، اللي انت عايزاه كله هينفع ان شاء الله. تمام، تتبيلة حلوة جدا، وهتخلي طعم الفراخ بتاعتك حلو قوي. انا هسيبها كده نص ساعة او ساعة قبل ما اشتغل فيها. تمام، هسيبها في التتبيلة كده وقت، يعني عقبال ما تتشرب كده من التتبيلة. يا ريت بقى لو اول مرة تزوريني في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك مني كل الفيديوهات، وكمان تضغطي لايك يا عسل. هنا بقى حطيت كده طاسة، حطيت فيها 3 4 معالق من الزيت، وهنزل كده طبعا سخنتها كويس جدا. وبعدين هنزل بقطع الفراخ بتاعتي، زي ما قلتلك اي قطع عندك في الفراخ هتنفع. انا عايزة الفراخ بتاعتي تاخد لون حلو كده، ولونها يبقى احمر حلو. تمام، هحمرها من جميع الجوانب، واخليها تاخد لون كده جميل. شايفين بقى؟ طبعا انا طلعتها من الصوص اللي هي كانت فيه علشان تاخد لون، واحمرها، وبعد كده لما تتحمر ابقى احط لها تاني الصوص اللي احنا كنا سايبينها فيه. تمام، انا عايزاها تاخد لون علشان بعد ما تستوي يبقى لونها جميل معانا. تمام، كمان تستوي معانا بسرعة، يعني الخطوة دي بتسرع معانا السوا. تمام، شايفين بقى؟ بجد الخلطة ديت يا بنات، والصوص اللي احنا عملناه ده، يعني بيخلي الفراخ طعمها حلو قوي، مسكر كده وجميل، وطعمها طعم المشوية بالظبط. لو عايزة كمان تحط لها فحماية في الاخر هيبقى طعمها فظيع. شايفين بقى؟ انا هنا طبعا بعد ما ضيرت القطعتين دول لقيت لونهم كده لسه يعني مش محمر حلو، قلبتهم تاني علشان ياخدوا لون حلو. المهم ان انتي تحمريها تحميرة كده حلوة قبل ما تحطي الخليط بتاعها. تمام، على فكرة ممكن كمان تحطي اي نوع من الخضار معاها، بس تقطعيه قطع صغيرة قوي. هنا بقى كده بعد ما خدت لون من جميع الجوانب، نزلت كده بالخليط بتاعي اللي انا كنت عاملاه وسايبه فيه الفراخ. وبقى في الوقت ده هوطي كده النار، هوزع بس كده الخليط بتاعي واوطي النار، وبعد ربع ساعة
هبص عليها واضيرها على الناحية التانية، ولو لقيتها مثلا نشفت وعايزة مية، ممكن احط لها ربع كوباية من المية. تمام، يعني على حسب احتياجها. ممكن تلاقي ان هي مش محتاجة، اهو انا بقولك ان انتي ممكن تحطي ربع كوباية من المية، ممكن ما تحطيهاش، على حسب ما تلاقي الفراخ بتاعتك استوت ولا ما استوتش. يعني ممكن تيجي تضيريها تلاقي المية بتاعتها نشفت، وعلى حسب برضو حجم الفراخ. يعني الفراخ بتاعتك ممكن تكون صغيرة، ما تحتاجش ان انتي تحطي ربع كوباية من المية تاني. ممكن تكون حجمها كبير تحتاج ربع كوباية او نص كوباية. شايفين بقى؟ طبعا انا كنت مغطية عليها بنات، وبعد ربع ساعة قلبتها على الناحية التانية وسبتها كمان ربع ساعة، وده بعد مرور تقريبا نص ساعة على النار، بعد التحمير، نص ساعة بعد التحمير. تمام. شايفين بقى الفراخ معانا واخدة لون جميل، طعمها رهيب، حلوة جدا، طريقة سهلة وطعمها خطير في نفس الوقت. اتمنى ان انتوا تجربوها، حلوة قوي قوي. هنعملها كده في صينية او في طاسة، المهم ان انتي تحمريها كده تحميرة حلوة، علشان تبقى معاكي اللون الحلو ده بعد التسوية. شايفة لونها جميل جدا زي المشوية بالظبط، وطعمها حلو قوي. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، ما تبخليش عليا باشتراك في القناة، وكمان لايك من ايديك الحلوة.